ساعة باتيك فيليب نوتيلوس تمنها حوالي 180 ألف دولار، بس كوبر ما كانش فارق معاه لأنه كان سارقها. عشان يبيعها بيع رسمي كان لازم شهادة الملكية، فكذب وقال إنها هدية من واحد صاحبه. صاحب المحل بص على الساعة نظرة سريعة وفهم على طول الساعة دي تاريخها مش نظيف. اداله كارت وقال له محذر، الحاجات دي ما بتمشيش غير في السوق السوداء. في اللحظة دي السعر انهار، من 180 ألف دولار نزل ل 60 ألف. كوبر ما فصلش، هو محتاج كاش وبس. من كام شهر بس كوبر كان سمسار بورصة، كام ضغط على الكيبورد كانت بتحرك مليارات، وبعدين فجأة مديره قلب عليه وترفد. ساعتها كوبر فهم حقيقة قاسية، لما فلوسك تروح حاجات كتير قوي بتروح معاها. بمكافأة نهاية خدمته بالعافية كان محافظ على مستوى معيشة كويس، زي نادي التنس اللي الاشتراك السنوي بتاعه داخل في 6 أرقام. النادي ده ما كانش بس علشان التنس، ده كان مكان الأغنية بيأكدوا فيه مكانتهم. فطار الويك اند في النادي، أكل حلو، ناس رايقة، واستعراض استهلاك ملوش آخر. بس بعد ما أفلس الفخامة بقت ليها شكل تاني في عينه، وأفكار بدأت تتكون. أسرق الحاجات دي وأحولها لفلوس. الفرصة جت بسرعة. كوبر عارف إن بنته عندها ماتش كرة طايرة اليوم اللي بعده. المنافسة كانت بنت عيلة غنية جدا، الماتش ده هيحدد من فيهم هتاخد منحة جامعة. الآباء من العيلتين هيبقوا في الماتش، يعني البيت التاني فاضي. كوبر دخل بسهولة قلب البيت، لقى ذهب وفضة، بس ما كانش واثق في نفسه يقيم حاجات ستات، فركز على الساعات. ساعة ريتشارد ميل فيليبي ماسا اوتوماتيك كرونوجراف بهيكل روز جولد وتيتانيوم، تصميم سكليتون وفلاي باك، سعرها يوصل لأكتر من 225 ألف دولار. ما كانش فاكر آخر مرة شاف براد لابسها من سنين، وده معناه إنه غالبا مش هيحس بنقصها. يمكن يكون نسي أصلا إنه عنده ساعة زي دي. وهو بيقلب في المكتب كوبر فجأة لقى مجموعة أسئلة تدريب، واضح إنهم كانوا محضرين خطة بديلة. لو خسروا الماتش الامتحان ده ممكن يدخلهم جامعة كبيرة. كوبر صور الورق، ممكن يطلع له فايدة بعدين. وبعدين راح على الماتش، وصل في آخر جيم لبنته. التوتر كان مالي المكان، بس عيون كوبر كانت على عيلة براد.